أغلبكن بيعرف أو بيسمع عن بذور الشيا. اليوم راح أعلمكن كيف نستخدم هاي البذور، وراح أحكي لكم شو بتفيد هاي البذور. مبدئيا راح نجيب 3 علب ونحط بكل علبة حوالي ملعقة طعام معباية يعني من بذور الشيا. بذور الشيا يا أصدقائي من أمريكا الجنوبية. أهم فوائد بذور الشيا إنه بتساعد بإنقاص الوزن، بتعزز صحة البشرة والشعر، وأهم شيء إنه كمان تحمينا من مرض السرطان، الله يبعده عن الجميع. طيب، بعدين رح أجيب حليب، رح أحط بكل مرطبان أو كل كوب نصف كوب من الحليب. كتير سهل الموضوع، حليب بذور الشيا. طبعا نسيت أخبركم إنه هاي البذور كمان فيها أوميجا 3 وفيها حديد وكالسيوم ومغنيسيوم وزنك بكميات كبيرة، وفيها بروتين. فصراحة هي شيء سحري يعني، أو أصلا بيحكوا له سوبر فود، يعني طعام خارق، وتستحق صراحة إنه ندخلها بنظامنا الغذائي. أنا هون طبعا بعد الحليب حطيت ملعقة عسل على كل مرطبان، حركتهم كتير منيح مع بعض وغطيتهم، وراح حطهم بالثلاجة لمدة ساعة، ساعة وشوي. وبعد مرور الوقت شوفوا كيف صار، تحول لبودينج، امتص كل كمية الحليب وصارت بذور الشيا طرية وفينا ناكلها. طيب، بعدين جبت حبة مانجا. الخبير بس راح يحكي لي شو نوع حبة المانجا. المهم قطعتها وراح احط المانجا على اول مرطبان. طبعا سؤال الفيديو اليوم: شو اهم نوع مانجا للعصير، واحلى نوع مانجا للمخلل، واحلى نوع مانجا للاكل؟ غالبا اصدقائي المصريين خبراء بالمانجا. وتاني مرطبان حطيت عليه موز. أما ثالث مرطبان حطيت عليه زبدة الفول السوداني. كلكم عارفين فوائد زبدة الفول السوداني. طبعا هي كتير فيها سعرات حرارية، لكن مفيدة جدا جدا وبتعطي طاقة كبيرة. يعني ممكن إذا بتاخذوا مرطبان واحد صدقا رح يكون أحلى وأجمل فطور ممكن تعملوه. طبعا على مرطبان الفول السوداني حطيت فول سوداني مش محمص. هاي كانت وصفتنا لليوم. شفتوا كتير سهلة، كتير بسيطة. بتمنى انكم تقرأوا عن بذور الشيا أكتر وأكتر، تشتروها. سعرها مناسب للجميع، أبدا مش غالي، واحتياجنا اليومي فعليا نحن حوالي ملعقة. لو عجبتكم الوصفة لا تنسوا تعملوا لنا متابعة.